يسعد صباحكم. خليني أتكلم لكم بموضوع مهم. خليني أعرفكم بنفسي. أول شيء أسامة سمير مسلم، فلسطيني من قطاع غزة قبل 3 سنوات، واليوم أنا مقيم بالنمسا. بدي أحكي لكم تجربة السفر، تجربة الغربة. كثير من الشباب بده يتغرب بلا هدف بلا شيء، بس مجرد إنه يهرب من الوسط المحيط، وسط قطاع غزة، لأي وسط تاني. أنا ما بلوم أي شاب بفكر يطلع من غزة لأي دولة تانية. غزة يعني خلينا نقول قطاع بيعيش من قديم الأزل وضع سياسي اقتصادي اجتماعي أكثر من سيء، والشاب مش قادر يحل هذا الوضع. يعني الحل مش بيدنا، بنعيش تآمرات داخلية خارجية إقليمية دولية عالمية، ما بعرف. بالنهاية ما بيدنا. فأفضل حل إنه يبدأ الشاب يفكر يهرب من هذا الوسط لوسط ثاني. ترى تفكير ما سلبي، أنا بعتبره تفكير إيجابي وشخص ذكي اللي بفكر بهذا الموضوع. بس قبل ما تفكر بهذا الموضوع اسمع بعض شغلات. بالنسبة لي أنا عشت تجربة تركيا، وأنا بأوروبا الآن طالب. فخليني أحكي لكم اللي أنا شايفه على أرض الواقع، اللي شفته إيش بصير مع شباب غزة. اسمع، كثير من الشباب بتفكر تسافر من غزة على تركيا. تركيا هي الدولة الوحيدة اللي بتقبل فيزا للفلسطيني. بس قبل ما تسافر على تركيا اسمع، تركيا العمل متوفر، العمل كويس، تمام، بس تشتغل 13 ساعة باليوم أو 12 ساعة باليوم بقيمة 1300 ليرة. يعني 1300 ليرة ما يقارب 350 دولار أو 400 دولار. ال 400 دولار بضيع 100 دولار سكن، 100 دولار مواصلات، 150 دولار أكل وشرب، بزيد معك 50 أو 100 دولار. والله لا أكثر ولا أقل. في كثير من الشباب بقول لك أنا بدي أطلع على تركيا بشتغل وبدي أدور على منحة. المنح في تركيا مش كثير متوفرة، وإذا بده يطلع لك منحة فبدك تكون معك لغة تركية. فإذا أنت مصمم تطلع من غزة على تركيا فأدرس لغة تركية قبل ما تطلع، يعني عشان يكون لك فرصة للحياة في تركيا. هاي بالنسبة لوضع تركيا. وضع تركيا كمغترب فيها عامل وضعه أكثر من سيء، ما بوفر فلوس. خلينا نحكي بالجانب المقابل أوروبا. كثير من الشباب بقول لك أنا بقعد بتركيا، زبط الحال زبط، ما زبطش بدي أطلع على أوروبا. تمام. في أوروبا يا رعاك الله الوضع أكثر من صعب. أنت بتطلع على أوروبا بتخاطر بحياتك في البحر، ماشي. هي أول نقطة. ثاني نقطة، أنت معرض لأنه تنسرق، لأنه أنت بتعطي فلوسك لبني آدم أنت ما بتعرفه. فكتير من الناس انتصب عليها لكن ما بتحكي. خلينا نحكي بالشغلة الثالثة. فاحتمال ممكن 20 أو 30% تأخذ إقامة، واحتمال 70% في دول أوروبا ما تأخذ إقامة. الوضع الفلسطيني ماشي بشكل جيد بس ببلجيكا مش بأي دولة ثانية. كثير من الناس ضاعت في أوروبا وهي جاية، والله ضاعت من الجبال، اندهست بالقطارات، وقعت في أنهر. كثير ناس ماتت، كثير ناس ماتت وما معروف وين مصيرها. فلا تعرض حياتك ومستقبلك وفلوسك للخطر في شغلة أنت ما عارف راسك أو رجليك فيها. إذا مفكر تسافر اعمل خطة جيدة. ادرس لغة الدولة اللي أنت بدك تسافر لها. بعتقد هذا الحل الأمثل. لا تروح زي التايه وتقول أنا بدي أدرس لغة في الدولة اللي أنا بدي أروح لها. خليني أحكي عن تركيا، بما أنه 90% من الفئة بتروح على تركيا. أي شاب بيروح على تركيا من غير ما يدرس في غزة اللغة التركية فبعتبرها بدايات الفشل. ليش؟ أنت بتدرس اللغة التركية شهر بغزة بقيمة 100 دولار أو 300 شيكل. أنت عارف بتركيا والله العظيم ب 300 دولار بيبدأ كورس اللغة بتركيا. فالأمور أغلى. فأي واحد مخطط يسافر اعمل له خطة جيدة بلغة جيدة واطلع وتوكل على الله، ممكن يكون لك نصيب. بالنسبة لأوروبا أنا بقول أي واحد يقدر يعمل فيزا على أوروبا شغلة ممتازة، لكن يجي تهريب وما شابه بعتقد الفرص ضئيلة وبتعرض حياتك للخطر. هذه نصيحة أنا بقدمها لكم مش أكثر ولا أقل، وكل واحد بيقدر يقيس على نفسه ويحسب. بالنهاية بقول يا ريت الكل يشارك هالفيديو وخليه يصل لأكبر عدد من الناس. خلي الشباب تحسب حساب قبل ما تسافر. رسالتي النهائية للسياسيين: الأرض مهمة والشاب هو اللي بده يجيب الأرض، فلا تضيعوا الشاب من بين إيديكم. السلام عليكم.